سماحتكم طبعا اولا، فانا مسامحها، بس كلايف ثاني ويا ندى خلاص ماكو. ما اصعد وياها لايف، لا اختلط بيها ولا تحاكيني ولا احاكيها. بس سماح مسامحها، اما لايف ثاني فمستحيل اصعد وياها. الشغله المهمه الثانيه، كل انسان بينا يغلط، فاللي اريده من عندكم امانه، وهذا لازم تصورونه وتنشرونه يمكم. اللي اريده من عندكم انه اكو فيديوهات قاعد تنشر انه كلها مكتوب عليها كتابات مو حلوه، كتابات سلبيه، اللي هي خيانه واللي هي ما ادري شنو. البنيه ما سوت هيك بصراحه. البنيه موضوع الخيانه ما دخلها بموضوعنا، انا زعلت واخذت على خاطر ما استقبلونا. كان عندهم ظرف حسب ما يعني حسب ما قالت لي. انا زعلان على الاستقبال وانتم زعلانين على الاستقبال، فلا حد يقوم يخبص ويكتب هاي مال خيانه وما ادري شنو. لان لا تنسون اني وانتم كليتنا عندنا خوات، و فما يصير. وتدرون مهما يكون هي بنيه، فاللي ارجوه من عندكم شكرا ليان قلبي، شكرا بعد روسي. فالارجو من عندكم انه هاي الكتابات مال خيانه وما ادري شنو ننسى الموضوع. انا بالنسبه لي كلايف ثاني ما اطلع ويا ندى ثانيه، يعني ما ننجمع بلقاء ثاني للموت. اذا صار بالمستقبل فهذا يعني لقاء بالصدفه، فهذا شيء ثاني. اما عن نفسي فما التقي بيها. فاللي ارجوه من عندكم الفيديوهات المنشوره اللي هي بها كلام مو حلو يجرح، اتمنى من عندكم، وانتم شعب عراقي ومن جميع الدول اللي متابعتني واللي تحبني، وادريكم انا غالي عليكم وانتم غالين علي، انتم عائلتي الثانيه. فاللي ارجوه من عندكم اي فيديو بكلام مو حلو امانة الله ينمسح. لان لا تنسون انه هي بنيه، ولا تنسون انه اني وندى خاصه، انه هي كانت مهما يسوت مهما غلطت، انه هي بيوم كانت تضحككم، بيوم كانت تسوي تصرفات على مود نرسم الضحكه عليكم، اني او هي. فاللي ارجوه من عندكم، اني بطريقي، اني هنا قاعد والبنيه بمكانها، والبنيه الله يوفقها والله يوفقنا.